نارية إذا تمام. لا، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مرتاحين. رجعنا وياكم بفيديو جديد ومغامرة جديدة، خليكم ويانا. اشتريت سيارة فورد رينجر موديل 1996. السيارة اشتريتها من شخص يعني بالسبعينات عمره. السيارة يستخدمها مرة بالشهر تقريبا او مرتين بالشهر. سيارة قاعدة. اللي صار انه جبتها وما لحقت اكمل الفيديو لان انباعت سريع، فراح اخلي لكم الفيديوهات اللي موجودة عندي من جبت السيارة واحكي لكم القصة اللي صارت. فنبلش بالماكينة. وهاي الماكينة مثل ما تشوفون شباب، ما شاء الله تبارك الرحمن. فبما انه طلع عندنا هاي الكودين، راح اشوف افحص البلاكات، رقم 1 ورقم 6، واني بحسب خبرتي هذا راح يكون رقم 1 واللي مقابله راح يكون رقم 6 بالاخير. فعندي جهاز صغير هسه اشوفكم اياه، نفحص بيه البلاكات. فعندي هذا الجهاز، هذا يتشكل بالكويل والصفحة الثانية تتشكل بالبلاك. هسه راح اشوفكم شلون بالضبط، وتشغل السيارة ويشوفك النارية اذا تمام. لا باوع، هذا مكسور البلاك اصلا شباب، لا انكسر. هسه راح نحاول نفتحه، ما موقع. هسه نطلعه ونشوف. واكيد من حسن حظي يعني عندي بلاكات بالجراج طلع نفس البلاك بالضبط. هذا بلاك الجديد، اول بلاك. انا عندي 6 بلاكات، فنبدل اول 2 ونشوف الكودات اذا راح يختلف عندنا شي. فهسه هذا البلاك الاول نشده ونرجع على الصفحة الثانية نشوفكم شلون البلاك الثاني قطع. هسه هذا شديناه اخوان، نجي على الصفحة الثانية نشوفكم شلون هذا الجهاز يشتغل. خليه على الصفحة. هذا رقم 6 المفروض يكون هنا. أنا رقم 6، بسم الله. اي هذا رقم 6. فتجيب جهازك عيني، هاي الصفحة تشدها بالبلاك اللي جوا. تبقى البلاك وين؟ ذاك هو البلاك. تشوفون وين؟ هناك، ما ادري تشوفون ما تشوفون. هنا هنا البلاك، هنا دا اشوف. شده اها. وهذا الراس الثاني تشدوه بهذا بالكويل. شوفوا بهاي الطريقة تشدوه. شوف شلون. هسه تروح تشغل السيارة. وهذا الحبيب طلعناه، واكيد نحتاج تاير لان اني حضرتي قصيرون، فلازم تحتاج التعلاوة مال الحلاقين. فتصعد على التعلاوة. وهذا عيني الدكتور الموزين الثاني، نبدله ونرجع لكم. وهذا الجديد الثاني ونشيد جوه. هسه خلصنا، شدينا هاي الصفحة وذيك الصفحة. هسه نقول بسم الله ونشغل. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
صلوات على محمد وآل محمد. باحة صافية زلال. الماكينة كلش صافية شباب. اخوان هذا البسبس يريد يصلح وياي صعد. اي عندنا هذا الستوب لايت ما يشتغل فنفتحه زين عيني. هذا مايع، هذا مايع محروق شوفوه، بس مايع على القاعدة مالته. شوفوا اخوان هاي القاعدة مايعة ما اعرف، بس هي جلاتينية زينة يعني. يلا مو مشكلة، خلينا نجيب قلوب من هذا ونرجع لكم. هسه هاي حطينا له واحد. ابويا دوس لنا بريك بلا امر عليك. اي والله شو ايه تحفة. يلا نشده ونرجع لكم. يا اسم الله. تمام. عاشت ايدك والله، عاشت رجلك ما عاشت ايدك. وهاي هم كملناها، بعد نشوف شو بنواقص. اخوان الحج يقول ننظف الشوتة، شو تقول؟ نظفها ها؟ يلا نشوف شلون ننظفها. هاي شوفنا، هاي شغلات التسعينات انت ماهر بيها. شوف شو اسحب هذا. ننظف الشوتة. اي نعم. جيب لها وحدة جديدة. اخوان عندنا هنا قلوب همين نبدله مكسور. هذا شوفه، هذا مال البنيد. وهذا بدلناه ولوز اللوز. شوف شغال. هسه ايش راح نسوي؟ نظف الفلتر والماكينة شوية هواء. هواء. يلا تفضل خذ راحتك. نشد طبعا، شد. يلا تمام. استيدك. هسه اخوان انا عندي مشكلة بالتبريد. التبريد الكمبريسر يشتغل ويطفى يشتغل ويطفى بس ما ينطي يعني. شوفوا هاي الحالة اللي تصير عندي، شوف يشتغل ويطفى. باوع طبعا هذا الرضي مال التبريد بدلته ويا ذني همين بعد يسوي نفس الموضوع، فاحتمال لازم اخذها لابو تبريد او اتفرج لي كم فيديو اشوف شو الموضوع لحد ما نحلها نرجع لكم. طبعا ورا ما شفتوا هذا الشغل اللي اشتغلته بالسيارة، اخذت صور للسيارة عرضتها ب 4200 4300 ما ذكر 4300 عرضتها. فطب لي شخص قال لي ايش قد نهايتها، قلت له تعال شوفها والله كريم. فاجى شاف السيارة طلع بيها، طبعا سيارة كلش نظيفة من ناحية القشر ومن ناحية الدواخل زرق. اتفقنا على 3800. انا السيارة اشتريتها ب $1700 من هذا الشخص الكبير بالعمر، لان السيارة كانت تخربط وبيها مسفاير. شديت الجهاز عليها
ومهم سلندرين كان بيهن اشكال. فاتفقنا اني والرجال على $1700. السيارة كلين تايتل ما مضروبة، عليها 125,000 حقيقي. فهذا اللي شفتوه، انه سويت اللي سويته بيها. ما صلحت التبريد، هو الولد رضى عليها انه بدون تبريد. فهنا صار المحصول مال السيارة من اشتريتها ومن بعتها $2200 خلال 3 ايام. يعني بالنسبة للمحصول $2200 خلال 3 ايام 4 ايام، كل زين كل زين. يعني انت باعتبار خليت فلوسك استثمرت بيها وطلعت لك خوش محصول. فاللي هنا أنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله استمتعتوا بيه. ولا تنسونا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. لايك شير وكومنت يمكم بعد. وإن شاء الله نلتقيكم بالفيديو الجاي إن شاء الله على مود هذه، نشوف شو راح نسوي بيها. الفورد الرينجر هاي التحفة. وكان وياكم برامج. سلام عليكم.